found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think. اهلا بيكم. يلا نبتدي ونشوف هنعمل الصابون ده ازاي. معايا قشر ليمون انا كنت محوشاه مجمعاه يعني وسلقته. بصفيه، باخد منه حوالي كوباية مية بس، ان انا مسلقاه في شوية مية صغيرين جدا. بتصفيه كويس جدا كده بايديك او باي حاجة، عشان طبعا هو كده سخن، فانا صفيته بالطريقة دي. هاخد حوالي كوباية من العصير دوت، او مية السلق دي. هتحافظ على نعومة ايديكي وبتزود النظافة. طبعا احنا عارفين كلنا الليمون بينفع في نظافة المواعين. معايا هنا 3 لتر زيت ونص كيلو صودا، دول الأساسي في الصابون. 3 لتر زيت ونص كيلو صودا، اللي هي بنقول عليها البطاس، أو الصودا الكاوية. دي بتجيبيها من عند بتاع المنظفات. هنا أنا بضيف كوباية ونص، أو ممكن كوباية بس، من سائل مواعين كان عندي. المواعين ده طبعا اللي هو البريل والفيري والحاجات دي، بيبقى ليها ريحة حلوة وبيكون فيها إضافات حلوة برضو، بتزود النظافة في الصابون. ممكن تستغنى عنها، هو كده كده عملته أيام كتير، كنت بغيب وأعمله من غير الصابون دوت، وبرضو كان بيدي رغوة عالية. أنا هنا ضفت كوباية ونص من الصابون، نوعين كانوا عندي، نوع بالليمون ونوع تاني، فضفت شوية من هنا وشوية من هنا. ممكن تستغنى عن الخطوة دي على فكرة، مش أساسي. بفضي بقى ال3 لتر زيت في المكان اللي أنا هعمل فيه. في الوقت ده أنا كنت مدوبة الصودا وحطها في مكان بعيد، في مكان هاوي، لحد ما تبرد. على ما جهزت الحاجات دي كانت الصودا بردت معايا، كنت مدوباها في كوبايتين مية. طبعا أنا بكتب اهو، كاتبالكوا كل حاجة. بضيف بعد الزيت والصابون، ضفت عصير الليمون ده أو مية سلق الليمون، وبفضل اقلب فيهم كده شوية لحد ما يتقلبوا كويس. وبعد كده هبتدي انزل بالصودا اللي انا مدوباها، وبتكون بردت. نص كيلو على 3 لتر من الزيت. دي الصودا الكاوية اهي، هبتدي انزل بيها. انا مدوباها في حوالي كوبايتين او 3 مية، وبتكون بردت شوية. انا ده هنا مدوباها تقريبا في كوبايتين كنت، فنزلتها كده، وبتفضلي تقلبي لحد ما تحسي انه هيبتدي يتقل معاكي. بفضل اقلب كده بتاع 10 دقايق او اكتر، لحد ما تحسي ان هو بدأ يتقل. بتوقفي التقليب قبل ما يتقل اكتر من كده، لانه هو يبتدي يتقل معاكي بسرعة. كل شوية بعد لحظة بعد لحظة تلاقيه تقل، مش هتقدري تتحكمي فيه وانت بتفضيه في القوالب بتاعتك. انا هنا معايا علب لبن فاضية، فبنستغل العلب اللبن ديت وفضيت فيها، وبعد كده بنقصها وبنقطع والعلب بتترمي خلاص. بتفضي فيه وهو لسه قبل ما يجمد معاكي، عشان هو هيبتدي، بصي يبتدي لحظة بعد لحظة هتلاقيه بدأ يتقل. انا فضيته كده، وبعد 15 ساعة بالظبط ابتديت اقطع فيه. كانت جمد وبقى حلو خالص خالص. وفي نفس اللحظة بعد 15 ساعة تقريبا جربته ولقيت رغوته عالية جدا. بس طبعا الصح انك انت تسيبيه حوالي شهر قبل الاستعمال. بفضل انا من المكان اللي انا قلبت فيه الطبق، او ان كان جردل مثلا عملت فيه في كوباية صغيرة، عشان اقدر افضي واتحكم فيها بدل ما اغرق الدنيا. خلاص كده انا فضيتهم، جم 4 علب. العلبة دي اللي هي اللتر، لو عندك علب اصغر هتنفع. بنسيبه في مكان دافي مش اقل من 20 ساعة كده، من 15 ل20 ساعة يعني، في الحدود دي.
انا سبته 15 ساعة بالظبط وقطعته. بتفتح العلب بقى بمقص او بسكينة بأي حاجة، تفتح العلبة كده بإحكام لأن من جوه برضو بيكون لسه الصابون طري شوية. هو متماسك بس يعني ايه، لو حاجة جامدة خبطت فيه هتبوظ المنظر. اهو ده بيكون شكله. بوريكم ان هو مش بيسيب اثر في العلبة خالص، انه بيطلع على طول لان العلب اللبن من جوه مغلفة وحلوة. وحتى ممكن لو ما عندكيش علب اللبن دي تفرشي مشمع في اي كرتونة او اي علبة وتصب فيها. هنا انا عايزة اقول لكم ان الكمية دي اللي انا عملتها عملت لي 32 قطعة. وزن القطعة كانت حوالي 125 جرام. طبعا موفر جدا جدا للي عندهم غسالات عادية. يغسلوا بيه، بيتبشر، تعمليه بالمبشرة وتشتغلي بيه. ممكن تبشريه وهو طري وتفرديه في حاجات كده وتسيبيه ينشف في الهواء. جميل جدا جدا ورقوته عالية فوق ما تتخيلوا يعني. وبتفرديه على اي كراتين عندك بقى وتسيبيه في الهواء ينشف. اهو في نفس اللحظة انا جبت شوية مية وحبيت اجربه قدامكم واوريهولكم. رغوته حلوة جدا جدا. جربوا تعملوه بالطريقة ديت والمقادير دي مظبوطة جدا جدا. هيعجبكم وهيوفر معاكم كتير. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو بقى لو عجبكم. نشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي. يلا اتفرجوا بقى شوفوا الرغوة عاملة ازاي.